يعني عسل السدر ابو 2000 جنيه طلع في الاخر ميه بسكر. العسل الابيض في مصر مغشوش. من فتره قريبه اتنين من صناع المحتوى اسمهم الاكيلنز عملوا فيديو عن انواع العسل الابيض المشهوره في السوق المصري، وفي الفيديو ده جابوا معظم انواع العسل وعملوا لها تحليل في معامل رسميه معتمده، والنتيجه ولا نوع واحد طلع سليم، بما فيهم اغلى الانواع اللي هو عسل السدر والماركات اللي انت ممكن تبقى عارفها كويس وبتشتريها كل فتره من السوبر ماركت. ومش بس كده، ده في انواع طلعت مش عسل اصلا، يعني منتجهم ده مخلق كيميائيا ما عداش حتى على نحله. وفي انواع مثلا طلعت نسبه السكروز فيها 21%، وهي المفروض ما تتعداش ال 5%. الفيديو قلب الدنيا وناس كتير قوي استغربت احنا ازاي كل ده كنا بناكل عسل مغشوش. وهنا الشركات اللي اتقال ان عسلها مغشوش طلعت ردت على الفيديو، وفي منهم قال ان نسبه السكروز في العسل بتاعهم مظبوطه 100%. وكمان مركز البحوث الزراعيه رد على الفيديو، ورئيسه قسم بحوث النحل بمركز البحوث الزراعيه الدكتوره اسماء انور قالت ان العسل في مصر ممتاز، وان اي عسل في السوق المصري بيخضع لفحوصات كتير جدا، وان من كتر ما عندنا في مصر عسل كويس بنصدر منه. وكمان الدكتور فتحي البحيري رئيس اتحاد النحالين العرب رد على الفيديو وقال ان الادعاء ان العسل المصري مغشوش حاجه مش صح خالص، وكذب كل كلمه ومعلومه اتقالت في الفيديو. فانتوا بقى تفتكروا حقيقه كل موضوع العسل ده فين؟